قبل ما يبقى فيه كهرباء وكمبيوتر كان فيه آلات بتتحرك لوحدها. ما كانوش بيستخدموا بطاريات ولا برامج إلكترونية. بدل كده كانوا بيشتغلوا بالحبال والأوزان والتروس والمية والهواء والبخار. واحد من أوضح الأمثلة على ده جاي من الإسكندرية القديمة. هنا عاش هيرو الإسكندراني، كان رياضي ومهندس في القرن الأول، عمل وكتب عن آلات أوتوماتيكية مختلفة. من ضمن الحاجات دي كان فيه باب معبد بيتفتح لوحده، وكمان آلة بتدي مية مقدسة لما تحط فيها عملة، وعروض ميكانيكية بتتحرك لوحدها. لكن واحد من أذكى تصميماته كان عربية صغيرة بعجل، ما كانش فيه حد بيسوقها. قبل ما تتحرك كانوا بيظبطوا الحبل جواها عشان العربية تمشي في الاتجاه اللي هم عايزينه، وكان في حاجة تقيلة متعلقة جواها كمان، وهي بتنزل واحدة واحدة كانت بتشد الحبل. الحبل ده هو اللي بيخلي العجل يلف. لما الحبل يتلف حوالين العجلتين بشكل مختلف العربية بتلف، ولما يكون اللف في نفس الاتجاه العربية بتمشي على طول. يعني ممكن تظبط من بدري انت العربية هتمشي على طول أو تلف أو تقف، كأنها برنامج بسيط. بس بدل كود الكمبيوتر الحبل والأجزاء اللي بتلف هم اللي بيدوا الأوامر. والنظام ده استخدم في مسرح صغير متحرك. المسرح كله بيتحرك، وفي نفس الوقت الشخصيات بتتحرك لوحدها وبتعرض قصة قدام الجمهور. هيرو عنده ماكينة تانية شبه ماكينة البيع الحديثة. لما حد يحط عملة، العملة بتقع في علبة صغيرة متوصلة برافعة. بسبب وزن العملة الصمام بيفتح للحظة وبيطلع كمية مناسبة من المية المقدسة، ولما العملة تقع من العلبة الصمام بيقفل لوحده. الميكانيزم بسيط، بس الفكرة الأساسية زي ماكينة البيع. دلوقتي لما تحط الفلوس الماكينة هتطلع المنتج بشكل أوتوماتيكي. من الناحية التانية، قبل ما يتولد هيرو الإسكندراني كان فيه قصة قديمة في الصين عن واحد عمل حاجة ليها علاقة بالأجزاء الميكانيكية. هتلاقي ده في نص تاوي قديم اسمه ليزي. في القصة عرض صانع اسمه يانشي تمثال ميكانيكي بحجم الإنسان على الملك مو بتاع تشو. كان شكله زي الإنسان الحقيقي، وكان يقدر يمشي ويحرك راسه ويغني ويرقص. ولما تحرك التمثال بطريقة زعلت الملك، فتح يانشي التمثال. جوا لقى أجزاء مصنوعة من الخشب وجلود وصمغ وورنيش. بس مش لازم نقول على طول إنه ده روبوت حقيقي. كتاب ليزي هو نص فلسفي فيه قصص وحكم وأحداث صعب نثبتها، وبرضه مش معروف بالضبط إمتى اتكتب الكتاب كله. في علماء بيعتقدوا إن فيه أجزاء قديمة في الكتاب، بس النسخة اللي وصلت لنا ممكن تكون اتعدلت أو اتجمعت في وقت متأخر. وبرضه مفيش أي آلة أو رسمة أو تعليمات واضحة تبقت عن إزاي اتعمل الرجل الآلي بتاع يانشي. عشان كده الصح أكتر نعتبرها حكاية قديمة عن آلة ذاتية الحركة، مش اكتشاف أثري مؤكد، بس برضو فعلا حاجة مدهشة. وبرغم كده ممكن جدا تكون الحكاية دي اتكونت من دمية أبسط أو تمثال ميكانيكي كان بس يقدر يعمل حركات محدودة. الحرفيين الصينيين القدماء كانوا عارفين إزاي يصنعوا آلية القوس والنشاب والأقفال والساعة المائية، وكمان آلات تانية فيها أجزاء متحركة. عشان كده مش مستحيل إنهم عملوا تمثال بيتحرك باستخدام رافعة أو حبل مخفي. بس مفيش دليل كافي إنهم عملوا روبوت شبه الإنسان الحقيقي تقريباً. حتى لو كانت قصة يانشي مجرد أسطورة، فهي لسه بتوضح حاجة مهمة. من آلاف السنين الناس كانوا بيفكروا، يا ترى ممكن نصنع حاجة تقدر تتحرك وتتصرف كأنها حية؟ وفي الإسكندرية الموضوع ما بقاش مجرد حكاية. تصاميم هيرو ورت إنه الإنسان يقدر يدي للآلة حركة جاهزة حتى من غير كهرباء أو موتور أو كمبيوتر. في الحقيقة هيرو الإسكندراني ما صممش بس مركبة بسيطة، كمان عمل مسرح أوتوماتيكي يقدر يعرض مشهد كامل من غير ما حد يشغله. على مسرح صغير كان فيه تماثيل بتتحرك وأبواب بتتفتح ومشاهد بتتغير لوحدها. كل ده كان بيشتغل باستخدام أوزان وحبال وبكر ومحاور وأجزاء بتلف. لما النظام بيبدأ بيكمل يعرض العرض اللي متجهز. هو مش روبوت حقيقي بيفكر، هو بس بيتابع الحركات اللي اتظبطت من اللي عمله قبل ما العرض يبدأ.
بس الفكرة دي مهمة جدا، كأنه الأوامر بتاعة الماكينة مكتوبة في ترتيب الحبال. لما ترتيب الحبال يتغير، حركة وتوقيت كل جزء بيتغيروا كمان. قدام الجمهور العرض ممكن يبان كأنه سحر، لكن ورا الكواليس الفيزياء والتصميم الدقيق هم اللي بيشغلوا كل حاجة. هيرو كمان استخدم الحرارة والهواء عشان يفتح أبواب المعبد الكبيرة لوحدها. لما النار بتولع على المذبح، الهواء في وعاء مخفي بيسخن وبيتمدد، ده بيدفع المية تروح لوعاء تاني متعلق، ولما الوعاء بيتقل بيشد الحبال اللي مربوطة في الباب، وده بيخلي الباب يفتح واحدة واحدة. ولما النار بتطفي الهواء بيبرد، المية بترجع للوعاء الأصلي والباب بيقفل لوحده. بالنسبة للناس اللي مش شايفين الميكانيزم، كأنه النار نفسها هي اللي بتأمر الباب. هيرو كمان عمل الأيولي بيل، دي كانت وعاء دائري بيدور لما البخار بيطلع من أنبوبتين متنيين. ما استخدموش ده عشان يشغلوا مصنع أو عربية، دي كانت بس عرض لكيف البخار يقدر يعمل حركة دوران. ده ورى إن المهندسين القدام كانوا عارفين قوة البخار، بس في الوقت ده ما كانش فيه المواد ولا المصانع ولا الاحتياجات اللي خلتهم يطوروا المحرك البخاري الحديث. بعد قرون كتير تطورت الآلات الأوتوماتيكية في بغداد. في القرن التاسع عاش الإخوة محمد وأحمد والحسن، كانوا معروفين أكثر باسم بنو موسى. كلهم درسوا الرياضيات والفلك والهندسة، وكانوا جزءاً من فترة كانت فيها بغداد مركز كبير للعلم. كتبوا كتاب الحيل أو كتاب الآلات البديعة. الكتاب ده بيشرح حوالي 100 جهاز ميكانيكي، كتير من تصاميمهم كانت بتستخدم المية والهواء والصمامات والعوامات. فيه أواني بتوزع كمية مناسبة من المشروب لوحدها، وكمان فيه نوافير بتغير شكل الموزع. فيه مصابيح بتزود الزيت لوحدها وهي مولعة. في وعاء عادي المية بتفضل تنزل على طول لما تفتحه، لكن في تصميمات بنو موسى فيه صمامات جوا بتفتح وتقفل لوحدها حسب ارتفاع ووزن المياه، كأنها نظام تحكم أوتوماتيكي بسيط. لما المية توصل لمستوى معين، في جزء بيتحرك وبيقفل الممر، ولما المية تنقص الممر بيفتح تاني. مفيش كمبيوتر بيراقب هنا، المية نفسها هي اللي بتحرك النظام. فيه دراسات قديمة كمان بتربط بين بنو موسى وجهاز ناي أوتوماتيكي. الهواء هو اللي بيعمل الصوت، وفيه جزء دوار هو اللي بيحدد أنهي فتحة هتتفتح وإنت هتطلع الصوت. عن طريق تغيير ترتيب الأجزاء البارزة في الإسطوانة الدوارة ممكن نغير ترتيب النوتات الموسيقية، بس ما ينفعش نوصف ده كأنه روبوت بشري حديث بيعزف على المسرح. ده مثال أوضح على آلة موسيقية أوتوماتيكية بتستخدم تحكم ميكانيكي. بغداد كانت مهمة جدا في الوقت ده، علشان كده اتدرست واتضافت فيها معارف قديمة كتير من اليونان وفارس والهند وأماكن تانية. هم ما اكتفوش بس بنقل الأفكار القديمة، لكن كمان زودوا عليها وحسنوها. لما وصلنا للقرن ال12 وال13، مهندس تاني عمل آلات أوتوماتيكية بتفاصيل أكتر اسمه إسماعيل الجزري. هو اشتغل في بلاط حكام الأرتوقيين في ديار بكر اللي دلوقتي جزء من جنوب شرق تركيا. سنة 1206 خلص كتاب عن صناعة الأجهزة الميكانيكية. هو ما اكتفاش إنه يقول كل آلة بتعمل إيه، كمان حط رسومات واضحة وشرح إزاي كل جزء فيها بيشتغل. واحد من أشهر تصميماته كان قارب فيه موسيقيين أوتوماتيك. كان فيه تماثيل قاعدة في القارب وبتتظاهر إنها بتعزف موسيقى، وأثناء ما المية بتجري جوا النظام دراعاتهم بتتحرك والآلات بتطلع صوت. إيقاع الطبلة بيتحكم فيه أوتاد صغيرة متثبتة على اسطوانة بتلف. لما الوتد يخبط في رافعة، دراع العازف بيتحرك ويضرب على الطبلة. لما تغير مكان الأوتاد، الإيقاع كمان بيتغير زي ماكينة طبول بدائية. الفرق الوحيد خشب ومية، وبيستخدموا أجزاء ميكانيكية بدل الإلكترونيات. وبرضه مش واضح إذا كانت المركب بتتحرك لوحدها من غير ما حد يدفعها أو يوجهها. اللي أكيد في التصميم هو الأداء التلقائي للموسيقيين، وهما على المركب. كمان عمل الجزري أجهزة أوتوماتيكية لغسل الإيدين.
في تصميم في تمثال بيصبوا المية. بعد ما تستخدم المية في جزء تاني بيدي صابون وفوطة بالترتيب الصح. عامل كمان ساعات مية كبيرة فيها تماثيل وطيور وأصوات وحركات مختلفة مع مرور الوقت. واحدة من أشهرهم هي ساعة الفيل، فيها تمثال كبير لفيل، فوقها في ناس وتنانين وطيور وتماثيل ميكانيكية تانية. جواها في وعاء بيغرق شوية شوية في المية، حركته هي اللي بتبدأ الحركة اللي بعدها في الساعة كلها. لما الوقت المحدد يعدي التماثيل بتتحرك وبيطلع صوت ممكن تسمعه. بعد كده النظام بيرجع يبدأ من جديد. مش عشان الأجهزة دي عندها عقل، العبقرية الحقيقية في اللي صنعها. كان لازم يخطط بالضبط للوقت والوزن وقوة المية وحجم الفتحة وحركة كل جزء. لو مقاس واحد غلط المية ممكن تسرع، الصوت يتأخر أو التمثال ما يتحركش. عشان كده الآلات الأوتوماتيكية بتاعت نهيرو وبانو موسى والجزري ما كانتش مجرد لعب للأغنية، هم ورونا إن الشغلانة الصعبة ممكن تتقسم لأوامر صغيرة. الأول، صمام هيتحرك، بعد كده العجلة هتلف، ومع كل مرة الحبل يتشد في الآخر التمثال هيتحرك. وده كمان هو نفس فكرة الأتمتة دلوقتي، تسلسل منظم من الأوامر اللي الماكينة بتنفذها من غير ما تحتاج تراقبها في كل حركة. في تصميم مهم تاني عمله الجزري ولسه بيستخدم في ماكينات كتير لحد دلوقتي، ده هو الكرنك وذراع التوصيل. هو بيحول الحركة الدائرية المستمرة لحركة رايحة جاية. يعني مثلا لما عجلة بتدور ممكن تدفع وتسحب بيستون. الجزري استخدم النظام ده في مضخة المياه في أوائل القرن 13. نفس المبدأ ده لسه موجود في المضخات وفي العربيات اللي بتستخدم محرك بيستون، بس ده مش معناه إنه هو المصدر الوحيد لكل المحركات الحديثة. في مهندسين كتير كمان أضافوا وحسنوا التصميم في السنين اللي بعد كده. بعد أكثر من 500 سنة كان في مهندس فرنسي عمل تماثيل أوتوماتيكية كانت بتتحرك كأنها حية، اسمه جاك دي فوكانسون. سنة 1738 عرض في باريس عازف فلوت بحجم الإنسان الحقيقي، ما كانش فيه صندوق موسيقى مستخبي جواه. التمثال فعلا كان بيعدي الهواء في الفلوت وبيغطي الفتحات المختلفة بصوابعه الميكانيكية. كان فيه منافيخ جواه بتشتغل زي الرئة. الحاجات دي كانت بتتحكم في قوة الهواء اللي بيطلع من بق التمثال، وصوابعه كانت بتتحرك حسب النمط اللي متبرمج عليه، وعشان كده كان يقدر يعزف 12 لحن مختلف. الأكاديمية الفرنسية للعلوم كمان فحصته، شافوا إن الفلوت نفسه هو اللي بيطلع الصوت، مش آلة تانية مستخبية جوه الجسم. فوكانسون كمان عمل موسيقي تاني بيعزف على المزمار والطبلة، بس أشهر حاجة عملها ما كانتش إنسان، كانت بطة ميكانيكية مصنوعة من معدن، وكانت بتقدر تحرك رقبتها وجناحاتها ومنقارها ورجليها. كانت بتشرب وبتاكل حبوب وبتطلع صوت زي البطة الحقيقية. أكتر حاجة كانت مفاجأة بعد ما كانت بتاكل إنها كانت بتطلع حاجة شبه الفبلات. عشان كده كتير من الناس اللي شافوها صدقوا إن البطة فعلا كانت بتهضم الأكل اللي بتبلعه. لكن دي كانت خدعة تانية. الحبوب اللي كانت بتاكلها كانت بتروح في وعاء منفصل، والحاجة اللي كانت بتطلع من ورا كانت جاهزة أصلاً. ده كله كان متجهز قبل ما تبدأ العرض، يعني الهضم مش بيحصل جوه البطة فعلاً. الموضوع كله في إنهم خبوا وعاءين مختلفين كويس جداً. ده ما يقللش من براعة اللي عملها. وبرضه صعب جداً إنك تحرك الرقبة والمنقار والجناحات والرجلين وباقي الأجزاء في نفس الوقت عشان تخلي الحيوان المعدني ده يبان كأنه حي. ده كمان بيورينا إيه اللي كان المهندسين عايزين يعرفوه في الوقت ده، قد إيه ممكن آلة تقلد حركات كائن حي. في الآخر البطة الأصلية اتكسرت وضاعت، اللي فاضل بس هو رسومات قديمة ووصف، وكمان نسخ اتعملت من السجلات اللي كانت عنها. شغل فوكانسون ما وقفش عند ترفيه بس، اتطلب منه كمان يساعد في صناعة الحرير في فرنسا. هو لقى طريقة عشان يخلي عملية نسج القماش أكتر أوتوماتيكية. عمل نول بيستخدم أجزاء فيها فتحات عشان يتحكم في أي خيط هيتحرك. تصميمه كله ما كانش ناجح قوي في الوقت ده، بس في أفكار من اللي عملها اتطورت بعدين في نول جاكار. في نول جاكار الفتحات اللي في الكارت هي اللي بتحدد أي خيط هيرتفع
ولما يتغير شكل الفتحات التصميم اللي بيطلع على القماش بيتغير برضه، كأنها تعليمات مكتوبة باستخدام الفتحات. النظام ده بقى مهم في تاريخ الحوسبة لأنه ورانا إن التعليمات ممكن تتحط في حاجة مادية والماكينة تقراها. بس مش صح نقول إنه فوكاسون هو اللي عمل أول كمبيوتر. شغله في النسيج كان واحد من الخطوات اللي أدت لآلات قابلة للبرمجة أكثر تطوراً. وأثناء ما كان فوكاسون بيعمل حيوانات أوتوماتيكية في فرنسا، كانت عائلة من صانعي الساعات السويسريين بتحضر لمجسم أكثر تعقيداً. دول عائلة جاكي دروس. في سبعينات القرن الثامن عشر عمل بيير جاكي دروس وابنه هنري لويس ومعهم زميلهم جان فريدريك لوشوت التماثيل الآلية الثلاثة المشهورة. في واحد موسيقي، وفي فنان بيرسم، وفي طفل بيكتب. أكتر واحد معروف فيهم هو الكاتب. ده كان شخصية لطفل قاعد قدام ترابيزة، كان ماسك قلم وفي ورقة قدامه. لما بيشتغل بيقرب القلم للحبر ويشيل الحبر الزيادة ويبدأ يكتب. إيده بتتحرك بهدوء عنياه، وراسه كمان بيتابع طرف القلم. مش بس كلمة واحدة ثابتة يقدر ينسخها، في نظام جواه ممكن يتظبط علشان يختار الحروف. علشان كده يقدر يعمل رسالة بتوصل ل40 حرف. جوه جسمه فيه آلاف الأجزاء الصغيرة. فيه كامات بتتحكم في كل حركة من إيده، لفوق، لتحت، شمال، يمين، وكمان قد إيه حيضغط القلم على الورقة. عشان اختيار الحروف وحركة الإيد منفصلين عن بعض، ممكن نعتبره واحدة من أوائل آلات الكتابة القابلة للبرمجة. هو مش بيفهم، ولما بيكتب الكلمة هو كمان ما عندوش عقل خاص بيه، هو بس بينفذ بالضبط التعليمات اللي حطها اللي صنعه جواه. الكاتب والاتنين التانيين من أوتوماتونات جاكي دروس لسه موجودين في متحف الفن والتاريخ في نوجاتيل، سويسرا. بيعتنوا بيهم كأمثلة مهمة لهندسة القرن الثامن عشر. من برا شكلهم بس زي لعب الأغنياء، لكن من جوا هم بيورونا فكرة لسه مهمة لحد دلوقتي. الكتابة والعزف والرسم ممكن يتقسموا لحركات دقيقة كتير، وبعد كده الحركات دي بتتنفذ عن طريق آلة. الكاتب أعقد بكتير من اللي باين من برا. لما القلم يوصل لنهاية السطر، إيده بترجع لوحدها للبداية، ولما يحتاج حبر جديد بيغمس القلم تاني في الحبر. وكمان الحروف مش باين عليها إنها طالعة من طبعة، كل حرف فيه خطوط سميكة ورفيعة، كأنه فعلا مكتوب بخط اليد. جواه آلاف القطع الصغيرة، كل حركة من اليد، الرأس والعينين متحكم فيها بأجزاء منفصلة. والأعجب من كده، ممكن تغير الرسالة اللي بيكتبها. فيه نظام دوار جواه بيحدد أي حرف هيتكتب وإيه ترتيب الصح. يقدر يكتب رسالة لحد 40 حرف. هو مش بيفهم معنى الكلمات، بس ممكن تديله تعليمات جديدة من غير ما تغير كل الميكانيزم. وده السبب اللي بيخلي الكاتب يعتبر واحد من أوائل الأوتوماتون القابلة للبرمجة. ومعاه في المتحف في تمثالين كمان اتعملوا بواسطة بيير جاكي دروس، هنري لويس جاكي دروس وجان فريدريك لوشو، بين 1768 و 1774. الأول هو الرسام، هو كمان تمثال لطفل بس ماسك قلم رصاص. يقدر يرسم 4 رسومات مختلفة، من ضمنهم صورة كلب وبورتريه ملكي ومشهد لكيوبيد راكب عربة صغيرة. وهو بيرسم بيوقف كل شوية وبينفخ على الورقة كأنه بيشيل التراب من القلم الرصاص. التمثال الثاني اسمه الموسيقي. دي تمثال لستي قاعدة قدام أورج صغير، مش بس بتتظاهر إنها بتعزف، فعلا بتضغط صوابعها على المفاتيح عشان تطلع نغمات. هي فعلا بتعزف 5 ألحان. كمان راسها وعينيها بيتحركوا وهي بتتابع إيديها، وصدرها بيرتفع شوية عشان يبان إنها بتتنفس. بعد ما تخلص الأغنية هي بتنحني قدام الجمهور. الحركات الصغيرة دي اتعملت عشان التماثيل ما تبانش زي تمثال جامد. مش كفاية إن الإيد تتحرك بس، لازم كمان العينين، الراس، الصدر والجسم يتحركوا في الوقت الصح عشان يبانوا كأنهم أحياء. وقت ما اتعملوا ال3 أوتوماتون ما كانوش لسه معروضين في المتحف،
عائلة جاك تروز استخدموهم عشان يوروا للعملاء الأغنياء والبلاط الملكي قد إيه شغلهم في صناعة الساعات والحاجات الميكانيكية التانية كان ممتاز. نفوا بمنتجاتهم في أماكن كتير في أوروبا، وكمان شغلهم وصل لأسواق كبيرة في آسيا بما فيها البلاط الإمبراطوري في الصين. كانوا أذكياء في طريقة بيعهم، بدل ما يقولوا بس إنهم شاطرين في صناعة الساعات، عرضوا ولد بيكتب، ولد بيرسم، وست بتعزف موسيقى. لما يشوف ملك أو رجل أعمال غني ده حيفكر فوراً إنه لو قدروا يعملوا تمثال معقد زي ده أكيد يقدروا يعملوا ساعة جميلة جداً. عشان كده الأوتوميتون مش بس عرض، كأنهم إعلان متحرك عن موهبتهم. وصلت الثلاث تماثيل لمتحف الفن والتاريخ في نيو شاتيل الجديدة في أوائل القرن العشرين. فضلوا هناك كواحد من أهم التماثيل الأوتوماتيكية اللي اتعملت في القرن الثامن عشر، بس ده مش معناه إنهم دايماً بيشتغلوا. قطعهم قديمة وحساسة جداً، لازم يتراقبوا ويتصلحوا على إيد متخصصين عشان ما يبوظوش خالص. دلوقتي الكاتب لسه معروض، بس مؤقتاً مش شغال بسبب مشكلة تقنية. العرض المقرر للرسام والموسيقي لسه مستمر زي ما هو. الثلاثة دور مهمين لأنهم بيوضحوا الفرق بين الحركة التلقائية والذكاء الحقيقي بشكل واضح. هم يقدروا يكتبوا، يرسموا ويعزفوا، بس مش قادرين ياخدوا قرارات بنفسهم. الكاتب مش هيقدر يختار هو عايز يقول ايه، الرسام مش هيقدر يفكر في صورة جديدة، وكمان العازف مش هيقدر يختار أغنية من نفسه. كل تصرفاتهم جاية من التعليمات اللي الصانع حطها جواهم، وده برضو هو القيد الأساسي. مع وجود أنظمة أوتوماتيكية كتير دلوقتي، ممكن يكون الجهاز سريع جدا وكفء جدا، بس برضو بيعتمد على التصميم والبيانات والتعليمات اللي الإنسان اداله. عشان كده مش صح نقول إنه كل أوتوميتون قديم هو الجد المباشر للروبوتات الحديثة. التكنولوجيا بتاعتهم مختلفة، وما كانش عندهم إلكترونيات أو حساسات أو ذكاء اصطناعي. بس السؤال اللي كانوا بيحاولوا يجاوبوا عليه هو نفسه: قد إيه من شغل الإنسان ممكن يتقسم لخطوات صغيرة ويتعمل بواسط حاجة مش بني آدم؟ في الكتابة لازم الأول تختار الحرف وتحرك إيدك وتضغط بالقلم وتتنقل للجزء اللي بعده. في الرسم لازم تتحكم في اتجاه وطول وسمك كل خط. في العزف لازم تدوسوا على المفتاح الصح في الوقت المضبوط. لما كل الخطوات دي تتظبط، ممكن مجسم ميكانيكي تعمل الحركة اللي زمان كان بس الإنسان يقدر يعملها. من هنا بدأت الفكرة الأكبر للأتمتة، مش في صنع آلة حقيقية حية، لكن في فهم إنه المهمة المعقدة ممكن تتقسم وتتظبط وتتكرر. من الخشب والمعدن والمياه والساعات الميكانيكية، الإنسان بدأ يتعلم شوية بشوية إزاي يحط تعليمات جوه جهاز. دلوقتي بقينا بنستخدم الكود الإلكتروني، بس التحدي لسه زي ما هو: إزاي تعلم حاجة ملهاش عقل إنها تعمل مهمة صح. وده السبب ليه الأوتوماتون القديمة لسه لها أهمية. هما مش بيثبتوا إن كان فيه روبوت متقدم في العصور القديمة، اللي هما بيثبتوه إنه الإنسان بدأ يفكر في الأتمتة والبرمجة وتقليد الحركات الحية من زمان أكثر مما كنا متخيلين.